طيب، ايه الانتجر ليترالز؟ اللي هي باختصار انت اكس بتساوي 100. بس احنا نشرحها هنا بنقول ايه. الانتجر ليترالز in C sharp are used to write values of type int. يعني انا بقول له int variable equal قيمة int او uint هنا اللي هي ايه unsigned int long unsigned long x etc. We can represent the integer literals in the form of decimal binary or hexadecimal. يعني بقول لك انت ممكن شكل الانتجر يبقى ممكن تحط له فورمات بتاع الديسيمال او الباينري او الهكساديسيمال. Here we need to use a prefix. يعني ايه prefix يا شباب؟ to specify whether the integer literal is binary or hexadecimal اور ايا كان بقى المتغير بتاعه. يعني ايه؟ بيقول لك ان انت ممكن تحط قيمه في الانتجر نفسه، هتقول له ان القيمه دي ممكن تساوي ديسيمال او القيمه دي باينري او القيمه دي هيكسا ديسيمال. بس انت بتعرف الكومبايلر بتحط له بادئه دي اللي هو ايه، بريفكس اللي هو ايه، بادئه حروف، عباره عن حروف انت بتحطها في بدايه الرقم. يعني بتيجي في بدايه الرقم تحط ايه، حرف مثلا زي حرف او بي مثلا. تمام. طيب لو انا احط الحرف او القيمه اللي هي انا هعلم بيها الرقم دي في الاخر. يعني مثلا لو انا احط له 011 او مثلا بعد كده اس تي مثلا، دي في الحاله دي يبقى اسمها suffix. فانا لما بحط حرف او اتنين او تلاتة ايا كان عدد الحروف قبل الرقم، انا بسمي البادئة دي بسميها بريفكس. دي معلوماتكم، احنا عندنا بريفكس وسفكس. بريفكس اللي هي الحروف اللي اتحطت قبل الرقم، سفكس الحروف اللي اتحطت بعد الرقم. يعني مثلا انا جاي اعمل انفويس، هعمل رقم للانفويس عشان يظهر لليوزر بعد ما تطبع، فانا ممكن احط له حرف اي ان، يعني معناها انفويس رقم واحد، اي ان اتنين، انفويس رقم تلاتة، اي ان انفويس رقم تلاتة، وهكذا. فكلمة الاي ان ده عندنا في البرمجة اسمه بريفكس. طيب انا وليكن هقول له ان انت الفاتورة دي انا عايز احطها علشان اعرف طلعت من انهي فرع. فانا اقول له مثلا اي ان اتنين فرع ام دي وليكن اختصار كلمة معادي. فأنا عندي البريفكس اي ان، رقم الفاتورة نفسها اتنين وطالعة من فرع المعادي. طب لو طالعة من فرع الزمالك فأنا هحط لها سفكس زد، وهكذا. ده الفرق بين البريفكس والسفكس. نرجع لكلامنا. to specify what is the integer literal is binary. لو أنا باينري بحط بريفكس، ببدأ الرقم ب OB أو 0B. لو هو هيكساديسيمال بحط قبل الرقم 0x. No prefix is required to decimal number. بقول لك لو انت decimal number انت مش محتاج تحط ايه prefix by default. يعني انت لو انت decimal مش محتاج ايه تحط prefix by default. Every integer literals is of n type. For integral data types byte والshort والint والlong. للداتا تايبس دي we need to specify literals or fixed value بالظبط زي ما احنا جينا هنعرف ازاي بايت وشورت ولونج. احنا عندنا كم مثال حلوين. احنا عندنا مثلا اول حاجه ديسيمال اللي هي البيز 10. بيز 10 هنا احنا قلنا عندنا كذا نوع من الاعداد. العدد العشري اللي هو احنا كبني ادمين بنفهمه، اللي هو من 0 ل 9، من 0 ل 9، ده اسمه النظام العشري. في الهكساديسيمال والباينر. الهكساديسيمال ده اللي هو النظام السادس عشر، اللي هو من صفر لتسعة، ومن الأول حرف الإيه لحد حرف الإف. بعد كده الباينري من اللي هو الزيرو والواحد. وفي برضو النظام الثماني اللي هو من واحد لتمانية. دي أنظمة في الأعداد بنمشي فيها. بس احنا كبشر العاديين بنفهم مين؟ بنفهم النظام العشري. الكمبيوتر بيفهم العشري، بيفهم النظام السادس عشر، بيفهم الباينري، بيفهم الأوكتال اللي هو النظام الثماني. فهنا يعني ايه ديسيمال؟ بيقول لك ان هو digits from 0 to 9 are allowed in this form. No prefix is required for decimal type. يعني انت عندك الديسيمال تايب او النظام العشري بتاع البني ادمين مش لازم تحط له البريفكس قبله. ومثال عليه انا اقدر اقول له هنا int
100 اكس بتساوي 101. 101 انا كبني ادم فاهم ان دي رقم، مش محتاج ان انا احط بادئة عشان افهم ال 101 دي معناها ايه، وكمان الكومبايلر هيبقى فاهم ان دي نظام 10. طب لو انا عايز النظام السادس عشر اللي هو الديجيتس من 0 ل 9 بلس الكاركتر من A ل F are allowed in this form for علشان انا اشتغل في الحالة دي انا ما عنديش مشكلة ان انا اشتغل بالابر كيس او اللور كيس، الكومبايلر مش هيزعل ولا حاجة. سي شارب بروفايد ان اكسبشن في الحتة دي، يعني سي شارب احنا قلنا من النوع اللي هي الكابيتال كابيتال والسمول سمول، لازم تاخد بالك الكلمة لو هي كابيتال لازم تبدأها بكابيتال، لو هي سمول لازم تبدأها بسمول. ده في الريزيرفد ووردز، ان شاء الله نبقى ندخل في الريزيرفد ووردز، نبقى نشوف سيشن عن الريزيرفد ووردز في السي شارب. بس عامة في الحالة دي السي شارب بتعمل اكسبشن للكلام ده. طيب بيقول لك علشان انت السي شارب كيس سنسيتيف بروجرامينج لانجويج بات زيرو، في الحته دي بالذات احنا مش كيس سنسيتيف. طيب انا لو عايز احط رقم هيكس ديسيمال او نظام سادس عشر، فانا الاكزامبل بتاعي هقول له انت اكس وابدا البادئه بتاعتي اهي. البادئه بتاعتي احنا قلنا ايه؟ هنحط 0 اكس قبل الرقم، هنا 0 اكس قبل الرقم 1 2 3 اف، ده معناه ان الرقم ده يمشي ويخضع لقواعد النظام السادس عشر. تمام. طب لو باينري اللي هو الصفر والواحد، فانا قلنا ان البديهة بتاعتنا في الباينري لازم نحط فين؟ احنا قلنا في الباينري لازم نحط ايه؟ 0 بي. فهنا كاكزامبل انا ممكن اقول له ايه؟ انت اكس بتساوي 0 بي 4 وحايد. ده هنا معناه نظام باينري. علشان في نوت مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها يا شباب، ان there is no octal number literals. بيقول لك ان انت كاوكتال نمبر اللي هو النظام الثماني اللي انا اتكلمت عليه من شوية، قلت لك ان هو بيتكون من 1 ل 8، قصدي من 0 ل 7، متأسف، اللي هو بيتكون من 0 ل 7. في السي شارب مفيش اوكتال ليترالز، حتى لو لقيت في ويب سايت بيقول لك كده. حتى لو انت لقيت في ويب سايت بيقول لك في بادئة وفي ليترال للاوكتل، لا مفيش الكلام، مفيش الكلام ده في السي شارب. you will find that any octal number اللي هي الديجيت from 0 to 7 are allowed and the octal number should always have a prefix 0. example int x، يعني هو بيقول لك ان انت ممكن تيجي في الاوكتل نمبر وتحط 0. الكلام ده مش مظبوط. السي شارب نفسها اوكتال نمبر representation is not possible، يعني انت مش هتقدر تعمل الاوكتال نمبر او النظام الثماني في السي شارب. حتى لو لقيت في مواقع بتقولك انت ممكن تبدأ في النظام الثماني ببادئة اللي هي الزيرو، الكلام ده مش صح. وممكن ترجع للسؤال ده على ستاك اوفر فلو وتقرا السؤال ده والإجابة بتاعته، هتفهمك أكتر الحتة دي. طيب اكزامبل عشان أنا أفهم الليترالز في السي شارب عامة، وبعد كده هندخل في الانتجر اللي هو احنا بصينا فيه الأول. فاحنا ممكن نقول هنا عندنا كومنت هنا بيقول لك الديسيمال ليترال اللي هو النظام العشري allow digit من 0 ل 9. لازم نبقى فاهمين كده ان انت A بتساوي 101 معناها no prefix is required للنظام العاشر. النظام العشر. طب كهيكسا ديسيمال انت ممكن allowed الديجيتس من 0 ل 9 بلس A to F سواء كابيتال اور سمول. فانت هنا ممكن تقول له انت سي بتساوي او 0 اكس والرقم بتاعك البريفكس في الحالة بتاعتنا احنا في الحالة دي 0 1. شايفين هنا كلمة سفكس اهي، في سفكس في الاخر حرف الاف. تمام. احنا قلنا ان في بريفكس وسفكس. سفكس ده اللي هو ناهية الليترال، وبريفكس اللي هي بادئة الليترال اللي انت بتحطها في اول الرقم، بريفكس اللي بتحطه في الاخر رقم سفكس. دي لازم الحتة دي تاخدوا بالكم جامد منها الحتة دي. طيب كباينري ليترال انت بتبدأ في الباينري بتاعك بتقول له انتجر ايا كان المتغير، بس بتبدأه بتقول له equal 0 بي وبتحط الرقم بتاعك. فانا عندي البريفكس في الحالة دي 0 بي. لو انا قلت له رايت لاين ال A فهتيجي النتيجة بتاعت المفترض هيقول لي ان ديسيمال ليترال 101. ولو قلت له الهكسا ديسيمال المفترض يجي يقول لي ان الهكسا ديسيمال
4671. ولو جيت قلت له الباينري بتاع الأربع وحيد ده إيه، هيقول لي إن الباينري بتاعك 15. تمام. طيب نبص عندنا في الفيجوال ستوديو نشوف هل الكلام ده صح ولا لأ. ادي عندنا الكود انا كاتبه مسبقا، فانا بقول لك هنا ان الديسيمال النظام العشري بالنسبه لي بيقلقوا من 0 ل 9. وهنا معلش ناسين كلمه ديسيمال. هنا انتجر A 101، فهو هنا بيقول لك no suffixes required. هنا الهكساديسيمال بتاعي بيبدأ بالزيرو اكس وبينتهي بالاف، فأنا عندي البادئة هنا زيرو اكس والنهاية أو قفلة الرقم حرف الاف. طب باينري هيقول لك 0 بي. نبص على الريزلت بتاعتنا. الريزلت الجميلة بتاعتنا اهي. قال لك إن كديسيمال أو نظام عشري أنت الرقم بتاعك المتغير شايل 101، أنت كنظام سادس عشر شايل 4615. شايفين هنا الرقم ده اتحول للنظام سادس عشر. أنا قلت لكم في السيشن اللي فاتت ممكن تقروا عن النظام السادس عشر. يعني اللي ما قراش عن النظام السادس عشر ممكن يروح يشوف التحويل ما بينه وما بين النظام العشري. هو هنا حوله للنظام عشري اللي احنا كبني ادمين بنفهمه. فالرقم ده كسادس عشر بالنظام العشري بتاعنا بيساوي 4701. طيب الباينري بتاع الاربع وحيد مين؟ اللي هي 15، اللي هو لو ضربت 2 أس 0 بلس 2 أس 1 بلس 2 أس 2 بلس 2 أس 3 هيديني 15. طيب a suffix، يعني ايه كلمة suffix can also be used in integer. احنا قلنا كلمة suffix دي انت ممكن تحط في الحروف الانترنال الليترال بتاعت الانتجر، ممكن تحط suffix او ناهية للرقم حرف اليو اور يو. بس انا هحطها امتى كمان امتى احط حرف اليو ده؟ بيقول لك are used for unassigned numbers. خلي بالك لو انت عندك رقم unassigned يعني رقم بوزيتيف، رقم لا يحمل علامة سالب، فانت هتيجي في اخر الرقم وتحط حرف اليو. while L small or L capital are used for long numbers. لو انت عايز تعرف الكومبايلر ان الرقم ده رقم لونج، فانت بتيجي في اخر الرقم وتحط حرف ال L سواء كابيتال او سمول. احنا قلنا بالنسبة لنا في الحالة دي ما عندناش مشكلة ما بين دي او دي. كاكزامبل ليك انت ممكن تبص هنا عندي انا كاتب انت ايه بتساوي 1000. هنا انتجر عادي. هنا يو انت هنا اللي هي انا assigned انت 1000 يو، معناها ان الانتجر ده انا assigned ب1000. طيب لونج سي بتساوي 1000 لونج، معناها ان انا رقم او البادئ او الليترال اللي انا عرفته ده من النوع لونج. كيو لونج دي ايكوال 1000 يو ال. شاف يو ال يعني انا assigned long معناها ان الليترال بتاعي ده unassigned long. لو انا جيت قلت له طلع لي ال A، فهو هيجي يقول لي ايه integer literal 1000. لو قلت له طلع ال unassigned B هيقول لي ان unassigned literal 1000 برضو. لو انا قلت له طلع لي اللونج بتاعة الحرف السي هيقول لي برضو ان القيمة 1000. لو انا قلت له طلع حرف رقم المتغير دي هيقول لي برضو ان المتغير دي شايل 1000. هنيجي نبص عليها عندنا هنا نفس الفكرة اهي. هنيجي اهو ادي انتجر 1000 قبل الانتجر 1000 اليو انت حطينا اخرها يو. طيب اللونج العادية حطينا حرف ال سواء ال كابيتال او ال سمول ما عنديش مشكلة. اليو لونج او انا اسايند لونج حطينا يو ال. وادي الساين وادي الرايت لاين بتاعتنا. لو جينا بصينا فيها في شاشة الريزلت فهيقول لي ان انتجر ليترال 1 او انتجر ليترال 1000 والانسايند انتجر ب1000 برضو واللونج ليترال
ب1000 وأنا الساين دي لونج ليترال ب1000.